وصفة النهارده اتسألت عليها هي حلوة والّا لأ، وأنا ما حبيتش إن أنا أطلع بيها ساعة الترند، أنا أصلًا لسه جديدة في الميديا وكده، لكن بكل أمانة الوصفة اللي اتعملت ببياض بيضة عيش، لإن إحنا لمّا بنتكلم على البريوش بنتكلم عن عجينة فاخرة، يعني عجينة فاخرة لازم تبقى عجينة كده مخدومة حلو. أنا النهارده عملتها لكم طبعًا بمقاديري أنا والوصفة دي قديمة جدًا، يعني الشكل ده قديم جدًا. يعني اختلفتوا عليه ومين اللي عمله مين مش عامله، أهم حاجة العجينة، شايفين العجينة يا جماعة عاملة إزاي؟ مش عيش. تعالوا أقول لكم بقى الطريقة والوصفة. احتجت كوباية لبن عليهم 3 معالق دقيق هاقلبهم كده مع بعض وعلى النار أو في الميكروويف لحد ما قوامهم كده يتقل. جبت بيضاية عليها فانيليا رشة فانيليا ومعلقة صغيرة خل ونص كوباية سكر ومعلقة كبيرة سكر، لازم السكر عشان العجينة تبقى مسكرة. بعد كده جبت نص كيلو دقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية وضايفة للدقيق رشة ملح، وهنا معلقة لبن بودرة أو معلقة بودرة كريم شانتيه. ضفت معلقتين كمان زبدة بدرجة حرارة الغرفة ونزلت بقى بالمحسن الخطير بتاعي. احنا بنشتغل كده بتكنيك شبه السينابون شوية، العجينة هتطلع معاكم خرافة. هعجن كده والم العجينة بتاعتي واحتجت هنا ربع كوباية مية. ممكن تعملي المحسن المنزلي بالمية وبعد كده تعجني باللبن مفيش مشكلة. قسمت العجينة لجزئين متساويين وبعد كده عملت بقى جزء بالشوكولاتة ضفت له معلقتين كبار كاكاو خام وربع كوباية لبن وعجنتهم مع بعض. سبتها ترتاح نص ساعة وبعد كده هبتدي أشكل. جبت بقى الجزء اللي بالشوكولاتة فردته كده بشكل مستطيل، وهجيب بقى الجزء السادة اللي هو بالفانيليا هفرده برضو بشكل مستطيل. العجينة متساوية بالملي، تقسميها نصين متساويين. بعد كده هابتدي بقى إن أنا أدهن الطبقة اللي هي بالفانيليا بزبدة بدرجة حرارة الغرفة، عشان أنا أنا مش عاملة عيش، فأنا لازم أطعّم العجينة بتاعتي. هاجيب بقى الطبقة التانية وأحطها عليها وابتدي إن أنا أفرد العجينة بتاعتي بقى، ألحمها كده مع بعضها بالشكل ده كده. بعد كده هاجيب بقى الشوكولاتة دي وكان طعمها تحفة. الشوكولاتة دي أنا خدت ربع كوباية شوكولاتة الزراير الصغيرة، ضفت لها 3 معالق لبن ومكعب زبدة ومعلقتين كبار كاكاو خام ومعلقتين كبار لبن بودرة، وده كانت النتيجة. طعمها يجنن. طبعا الحشوة دي اختياري، الحشوة تحشوها للنص مش على الطرف، كده الحشوة تبقى فاضية، فلازم تحشوها لحد النص. هبتدي بقى اقطع اطراف العجينة علشان نعمل بقى الشكل الكلاسيكي بتاعها، والويها كده بايدي زي ما انتوا شايفين. هتدعولي على الوصفة دي، اللي عمل معاه الوصفة اللي ببيض البيض وباظت منه هتعجبكم جدا الوصفة دي. في صينية بقى هتعملوا لها الشكل اللي كلكم انبهرتوا بيه، الدايرة، وانا فضلت ان انا احطها في قالب كيك او قالب توست بالشكل ده، شكلها احلى كتير. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، بس قبل ما ادخلها الفرن دهنتها ببيض عليه رشة فانيليا ومعلقة لبن ورشة ملح عشان تديني اللون ده. بعد ما بتطلع بغطيها بفوطة وبقطعها وهي دافية، وهي كانت كده سخنة. بعد ما بتبرد الشوكولاتة بتجمد فيها. ما تنسونيش بلايك وشير الفيديو. انا هيام علي من البيت.